هيومن رايتس واتش تصفع المغرب وتنصف الجزائر. وجهت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس واتش صفعة أخرى إلى المملكة المغربية في قضية اللاجئين السوريين الذين رفضت دخولهم إلى أراضيها كانوا متواجدين بشريطها الحدودي. أنصفت هيومن رايتس واتش الجزائر بنفيها الاتهامات التي لاصقتها لها الجارة الغربية في قضية طرد اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 50 لاجئ من أراضيها شهر أفريل المنصرم. وأكدت المنظمة في بيان لها أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده لقرابة 50 لاجئ سورية من أراضيه في أفريل المنصرم، مشيرة إلى أن طرد المغرب لطالب اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلال بالتزاماته الدولية. أشارت المنظمة حسب ذات البيان إلى أن هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول وإقامة الأجانب في المغرب، كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل. وأوضحت المنظمة استنادا إلى مكتب المفوضية الصممية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددها 55 شخصا، بما فيهم 20 امرأة و22 طفلا. وأكدت المنظمة كذلك أن امرأتين من بين النساء المطرودات من قبل المغرب كانتا حاملتين، حيث إن إحداهما وضعت مولودها بتاريخ 23 أفريل بالمنطقة الحدودية الكائنة قرب المدينة المغربية فكيك. ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب. وحسب نفس الشهادات حاول اللاجئون السوريين الدخول إلى الأرضية المغربية من تلقاء نفسهم عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين. وروت إحدى النساء التي كانت ضمن إحدى مجموعة طالب اللجوء للمنظمة الواقع موضحة أن مجموعتها غادرت الجزائر في 17 من أفريل بمساعدة السكان المحليين، غير أنه في اليوم الموالي اعترضت السلطات المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر. كانت الجزائر قد ردت الجزائر بشدة على الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملتها مسؤولية محاولة دخول رعايا سوريين إلى الأراضي المغربية عبر الأراضي الجزائرية. ونفت وزارة الشؤون الخارجية بشكل قاطع على الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها تماما، مذكرة أن الجزائر امتنعت دائما بحكم روح المسؤولية عن إعطاء صبغة سياسية وتغطية إعلامية لهذه الممارسات المتعمدة والمتكررة الصادرة عن السلطات المغربية التي تستغل مأساة إنسانية لأغراض دعائية.